هذه محاولة، كان هناك تدخل، الحكم خلى امتياز مادام كره في المنتخب الوطني المغربي. تمريرة في القائمة، ثاني فرصة، هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي اللي امن بكل امكانياته وقدراته في الوصول لمرمى الحارس كيبيت طاديس. هدف بواسطة اللاعب عمران طلعي اللي دخل خلال هذه الجولة الثانية. المنتخب الوطني المغربي كيتمكن من إضافة هدف ثاني في الوقت بدل الضائع. الكل تنفس السعداء بهدف لفائدة العناصر الوطنية اللي قلت بأن الجولة الثانية كيف ما كان الحال كانت أفضل يعني من الجولة الأولى. لاحظوا المحاولة، كان هناك للعناصر الوطنية وللمنتخب الوطني المغربي الذي يقترب من نقاط الثلاث. صعبة ولكن مهمة، صعبة ولكن مهمة، لأن المباراة الثالثة ستكون كذلك كانت ستكون قوية أمام المنتخب المصري، وبالتالي الانتصار في هذه المباراة أكيد غادي على الأقل يرفع من معنويات اللاعبين ويعطيهم الثقة. لاحظوا الآن ردة فعل ديال المدرب تياغو ايمانويل ليما بيريرا. لازم التعامل الآن مع الدقائق الآن المتبقية بحذر وبذكاء وبهدوء، تلعب دائما الوقت بدل الضائع. هدف ثاني لفائدة